تطل علينا دراما رمضان ومعها سيتكومات العذاب ومسلسلات الاستلاب وباقي مواد الخراب، خراب للأخلاق وتشتيت في الأرزاق وتشويه للأذواق. دراما رمضان لهذه السنة أعلنتها حربا ضروسا على الأسرة المغربية، ومعركة طاحنة لطمس الهوية الوطنية، ومعتركا مفتوحا للقضاء على أسس الثقافة والأخلاق المغربية، وسوقا رخيصة لتفكيك الروابط المجتمعية وتغييب الوعي بالملاحم التاريخية. فجور في الكلام وابتدال في الأداء وتطاول على المؤسسات، وكأن المغرب تحول إلى وكر للإجرام ومعقل للانحراف وبيئة للتفسخ الأسري والانحلال الأخلاقي. مغرب يوسف بن تشفير للأسف تحول بقدرة قادر إلى مرحاض درامي تعبث فيه أيادي خبيثة طلقت المبادئ والأخلاق والأعراف، ولسان حالها يقول: لا دين ينهانا ولا قانون يردعنا ولا هوية تجمعنا. وهو حال من تنكر لمغرب الأمجاد ووصية الأجداد وقرر خيانة الأحفاد وأمانة سلطان البلاد.